قد يموت لوكاس ويموت القادة وتموت أفكارهم، لكن صوفيا وشرها وخداعها لا يموتون أبدا. إنها سيدة وجدت لتدافع عن أفكارها وتساهم في بقائها دائما. سنفتح اليوم في حكاية التاريخ ملفا مثيرا للجدل يتعلق بشخصية صوفيا التي ظهرت في مسلسل المؤسس عثمان. هل هي شخصية حقيقية من التاريخ البيزنطي؟ وهل كانت عدوة لعثمان الأول حقا؟ أم أنها مجرد إضافة درامية لزيادة الحماس؟ في هذه الحلقة سنكشف الحقيقة التاريخية وراء هذه الشخصية. لكن قبل أن نبدأ لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد حول التاريخ العثماني والحقائق الخفية وراء المسلسلات. فلنبدأ. أهلا بكم. صوفيا ليست شخصية عادية في القصة، فهي ابنة السيد الكاهن يانيس، رئيس طائفة فرسان الهيكل المعروفة بطائفة كهنة مارغاريت، وهي طائفة ذات نفوذ قوي وتأثير كبير في الصراع ضد العثمانيين. إلى جانب ذلك صوفيا هي زوجة التكفور يورغوبولوس حاكم قلعة كولاهيسار، مما جعلها تحظى بمكانة استراتيجية مهمة في أحداث المسلسل. هذه المعلومات استقيناها من المسلسل في موسمه الأول. وجود صوفيا في المسلسل لم يكن مجرد عنصر درامي بسيط، بل عاكس صراع القوى بين العثمانيين وأعدائهم، حيث كانت صوفيا واحدة من أبرز الشخصيات التي حاولت بشتى الطرق إعاقة تقدم عثمان الأول، سواء عبر الخطط السياسية أو المعارك المباشرة. ولكن مع تقدم الحلقات لاحظنا تغيرا واضحا في بعض الخطوط الدرامية والشخصيات، وسنعود لهذا الأمر بعد قليل. من هم فرسان الهيكل التي كانت طائفة مارغاريت تنتمي إليهم؟ فرسان الهيكل أو فرسان المعبد هم تنظيم عسكري ديني تأسس عام 1119 للميلاد خلال الحروب الصليبية في القدس، وكان هدفهم المعلن هو حماية الحجاج المسيحيين الذين يتوافدون إلى الأراضي المقدسة. ومع الوقت توسع هذا التنظيم ليصبح واحدا من الأقوى وأغنى التنظيمات في أوروبا، ما جعله مثيرا للجدل والشائعات حول أهدافه الخفية والشريرة. رغم أنهم كانوا منظمة دينية، إلا أن الكنيسة الكاثوليكية بدأت تخشى منهم بسبب استقلالهم المادي الكبير. تم اتهامهم بممارسة طقوس سحرية كعبادة الأصنام والابتعاد عن العقيدة المسيحية الصحيحة. هناك أساطير كثيرة تشير إلى أنهم كانوا يبحثون عن كنوز مخفية، بما في ذلك العرش المفقود والكأس المقدسة وأسرار قديمة من هيكل سليمان. يقال إنهم كانوا يحاولون الوصول إلى قوى خفية أو علوم سرية تمنحهم تفوقا على الجميع. هل قضى عليهم صلاح الدين عند فتحه للقدس؟ فرسان الهيكل لم يتم إنهاؤهم مباشرة على يد صلاح الدين الأيوبي، لكنهم تلقوا ضربة كبيرة بعد معركة حطين عام 1187 للميلاد، حيث تمكن صلاح الدين من هزيمة الجيوش الصليبية واستعادة القدس. نتيجة لذلك فقد فرسان الهيكل الكثير من نفوذهم في الأراضي المقدسة، لكنهم لم يختفوا تماما. بعد خسارة القدس انسحب فرسان الهيكل إلى مواقع أخرى مثل صور وعكا، حيث استمروا في القتال للحفاظ على ما تبقى من ممتلكات الصليبيين في المنطقة. لاحقا مع سقوط عكا عام 1291 للميلاد، آخر معاقل الصليبيين في المشرق، تشتت فرسان الهيكل وانسحبوا نحو أوروبا. لم يكن لديهم وجود كبير في الأناضول كما يعتقد، لكنهم سعوا إلى إعادة تنظيم أنفسهم، وعادت أحلام استعادة القدس تظهر بين بعض قياداتهم في أوروبا وبالأناضول أيضا. في عام 1307 للميلاد اعتقل ملك فرنسا فيليب الرابع العديد من أعضائهم واتهمهم بالهرطقة والفساد، مما أدى إلى محاكمات واسعة. وفي عام 1312 للميلاد قام البابا كليمنت الخامس بحل التنظيم رسميا. بعد ذلك انقسمت ممتلكات وأعضاء التنظيم بين جهات مختلفة، وهنا نرى أن كاتب القصة أقحم طائفة مارغاريت فيها بدعوى أنها من ورثة فرسان الهيكل الطامحين لاستعادة أمجادهم ومعاودة احتلال القدس. إذا
إذن هل شخصية صوفيا حقيقية أم خيالية؟ شخصية صوفيا التي ظهرت في مسلسل المؤسس عثمان هي شخصية خيالية ولا تستند إلى شخصية تاريخية محددة. المسلسل يتناول فترة تأسيس الدولة العثمانية في أواخر القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر، ويشمل مزيجا من الشخصيات التاريخية والخيالية لأغراض درامية. مع ذلك هناك شخصيات تاريخية بارزة تحمل اسم صوفيا في التاريخ العثماني، مثل السلطانة صفية، تلفظ أحيانا صوفيا، زوجة السلطان مراد الثالث ووالدة السلطان محمد الثالث، والتي كان لها تأثير كبير في السياسة العثمانية خلال القرن السادس عشر. بالإضافة إلى ذلك فإن مدينة صوفيا عاصمة بلغاريا الحالية كانت تحت الحكم العثماني منذ سنة 1382 للميلاد حتى استقلالها في عام 1878 للميلاد. جدير بالذكر أن المسلسلات التاريخية غالبا ما تتضمن شخصيات وأحداث خيالية، وذلك لإضفاء عنصر التشويق والإثارة، ولا تعكس بالضرورة الحقائق التاريخية بدقة. سؤال: ما سبب اختفاء والدها السيد يانيس من المسلسل رغم كونه كان شخصية تضفي الإثارة والتشويق اللازمين للمسلسل؟ تمت إزالة شخصية السيد يانيس والد صوفيا في مسلسل المؤسس عثمان بسبب ظروف خاصة فرضتها جائحة كورونا. نظرا لانتشار الفيروس اضطر فريق الإنتاج إلى إجراء تعديلات كبيرة على السيناريو، وذلك لحماية الممثلين الأكثر عرضة للخطر خصوصا كبار السن، وبما أن الممثل الذي أدى دور السيد يانيس كان متقدما في العمر تم اتخاذ القرار بإزالته من القصة كإجراء احترازي لضمان سلامته. إلى جانب ذلك شملت هذه التعديلات تقليل مشاركة الأطفال في المشاهد والابتعاد عن التصوير في الأماكن الداخلية المغلقة. بدلا من ذلك ركز المسلسل على التصوير في الهواء الطلق مثل المجالس الخارجية في الخيام والغابات للحفاظ على بيئة أكثر أمانا للجميع. هذا التغيير أثر بشكل ملحوظ على مسار الأحداث، مما اضطر كتاب القصة إلى إعادة ترتيب الخط الدرامي للشخصيات المحيطة به، ومنها شخصية صوفيا. في مسلسل المؤسس عثمان يقدم التكفور يورغوبوليس كحاكم لقلعة كولاهيسار وزوجا لشخصية صوفيا. لقب التكفور يستخدم في المسلسل للإشارة إلى الحكام البيزنطيين المحليين والذين كانوا يديرون القلاع والمدن في الأناضول خلال الفترة التي سبقت تأسيس الدولة العثمانية. أما قلعة كولاهيسار فهي موجودة. أما بخصوص شخصية يورغوبوليس فلا تشير أي مصادر تاريخية إلى وجودها باعتبارها حاكمة لهذه القلعة أو لقلعة أخرى. يبدو أن هذه الشخصية قد تكون من إبداع كتاب المسلسل لأغراض درامية مثل شخصية صوفيا. إلى هنا نصل إذن إلى نهاية رحلتنا في استكشاف شخصية صوفيا والدور الذي لعبه والدها السيد يانيس وزوجها التكفور يورغوبوليس في مسلسل المؤسس عثمان. كما رأينا الجمع بين الحقائق التاريخية والإضافات الدرامية هو ما جعل هذا المسلسل يترك بصمته في عالم الدراما التاريخية. يبقى التساؤل قائما حول الشخصيات الحقيقية والأساطير التي صاغت هذه الحقبة، وهو ما يجعلنا ندرك أن التاريخ نفسه ليس مجرد أحداث جامدة بل مصدر إلهام للقصص التي تشدنا إلى الماضي. إذا أعجبتكم هذه الحلقة فلا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتكونوا دائما على اطلاع بكل جديد حول أسرار التاريخ والمسلسلات التركية. إلى اللقاء.